تم تأسيس مدينة واسط في عهد الحجاج بن يوسف لتكون مقرا لجيشه. سميت بواسط وذلك بسبب توسطها لعدة مدن عراقية مهمة مما منحها أهمية تاريخية. كذلك فهي استخدمت كمركز تجاري بري وبحري على حد سواء، وتعرف بواسط ليومنا هذا. الزميلة ابتسام الصافي كانت لها وقفة على هذه المدينة، نتابع سويا. مدينة واسط من المعالم والشواهد التاريخية يعود تأسيسها إلى الربع الأخير من القرن الهجري الأول، والتي بنيت على أنقاض مدن قديمة لعل أبرزها مدينة كسكر الساسانية. اختارها الحجاج بن يوسف الثقفي لموقعها الجغرافي المتميز، فهي تتوسط مصري العراق البصرة والكوفة فضلا عن اعتدال مناخها. نحن الآن متواجدين في آثار ناحية واسط القديمة. هذه الآثار التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أخذ الأمر من عبد الملك بن مروان، فشيد هذه الآثار على نهر دجلة، والذي كان يلقب بنهر الدجيلة. فكان الاختلاف بين التسميات واسط أو الدجيلة، ويرجع التاريخيين في هذا إلى أن الدجيلة هي الأقدم، وذلك بسبب تسمية نهر دجلة الذي كان يمر من هنا. يعني أهم مدينة كانت موجودة في هذا الموقع قبل واسط الحجاج هي مدينة كسكر. مدينة كسكر هي مدينة ساسانية قديمة، يقال أنها كانت من أغنى كور الإمبراطورية الساسانية، تأتي بالأهمية بعد كورة أصفهان. نمت واسط وازدهرت وأصبحت عاصمة لإقليم مهم يمتد دون مبالغة من حدود الصين شرقا إلى حدود حلب غربا، ومن أذربيجان شمالا إلى الجزيرة العربية جنوبا. طبعا المدن الإسلامية دائما أول ما يبدأ بناء المسجد الجامع وبعده القصر. المسجد الجامع جلب له الحجاج بعض الأبواب والأساطين من المدن القريبة لواسط، كانت مدن آرامية ومدن نبطية، فجلب الأساطين منها وبناها. يعني مسجد جامع مساحته كلش كبيرة، وهسه احنا حاليا خلف النفق خلف الجامع ليؤدي خارج الجامع. بصف المسجد دائما يبنى قصر الإمارة. قصر الإمارة أو قصر الحجاج كان يعني قصر عظيم. تأسست حاضرة مدينة واسط على الضفة اليمنى من نهر دجلة في مجراه القديم، وتضم المسجد الجامع وقصر الإمارة وبيوتاتها، فضلا عن وجود الأسوار وخنادق دفاعية ومشرعة على نهر دجلة تستقبل السفن والقوارب. استمرت المدينة بالنمو والازدهار على مدى قرون عدة، ولكن نجمها أفل وتعرضت للاندثار. تراجعت أهمية واسط عندما بنيت مدينة بغداد 145 هجرية، لكنها بقت مركز مهم كان لها دور بارز في مواجهة المغول، إذ يذكر أنها المدينة العراقية الوحيدة التي واجهت المغول مواجهة عسكرية، ودفعت لذلك ثمنا باهظا، إذ استشهد من أهلها 30,000 شخص أخذوا غيلة وغدر وخديعة. بعد ذلك استمرت مدينة واسط تعاني من خطر الاندثار، على اعتبار أن نهر دجلة بدأ يتحول منها إلى فرعه الشرقي المار بمنطقة العمارة والشيخ سعد، وبشكل نهائي فبحدود 1650 ميلادية تحول النهر بشكل كامل واندثرت بذلك مدينة واسط. المعالم الأثرية في المنطقة لأنها من أهم الآثار، وهذا هو تراثنا وتراث أهلنا، ومن أقدم الزمان اللي أكثر من 1400 سنة صار إلى هذه، فندعو من الجهات المسؤولة أنه يحافظون عليها ويرمموها. مدينة حضارية تحمل حكايات سردتها الحقب الزمنية الماضية، دعوات للحفاظ عليها والاهتمام بها كونها تراثا تاريخيا. من محافظة واسط لبرنامج من العراق، ابتسام الصافي.